شنو هو السبب اللي تيخلي العضلات يضرونا من مور الحصه؟ واش عندك الم ديال العضله اولا عندك اصابه؟ كاينين 3 ديال الحوايج اللي غادي يخليونا نقللوا من الالم اللي تيجينا من بعد الحصه. كارديو صباح بكري. السلام عليكم، معك عبد الصمد، مرحبا بك في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا شويه على داك الالم اللي كيجينا من مورا ما كنترينيو شي عضله. كاين بعض المرات فاش يلاه كتفيق الصباح كدير اول حاجه كتجبد يديك، كتفيق الصباح كتحس بواحد الالم في العضله ديال الصدر ديالك، غادي تفرح وتقول مع راسك ها الحصه ديال البارح ديال الصدر عطات نتيجه، يعني غادي دوزت حصه مزيانه. هذا الشيء الا كنتي رياضي، ولكن على عكس بالنسبه للناس العاديين الا دار مثلا مجهود والغد ليه فاق ولقى شي عضلات تضرو كيتصدم وتيمشي تيجري عند الطبيب حيت ما عرفش شنو هو داك الالم. على عكس الرياضي فاش تيجيه داك الالم ديال العضلات كيرحب به وكيكون فرحان به حيت عارف داك الالم ما كيجيش حتى كتكون الخدمه ديالك غادا مزيانه. وإلا كان الرياضي مثلا تيخدم شي عضله مور ما داز الوقت ما حسش بها انها ضراتو، ما حسش بها كضرو، كتكون شي حاجه ناقصه حيت تيعرف بان الحصه اللي دازت فاش كان كيخدم ما خدمش مزيان. والحاجه المزيانه فاش كتكون رياضي كتكون كتعرف تميز بين الالم ديال العضلات وبين الاصابه، لان كيكون واحد التواصل بين العقل ديالك وبين الجسم ديالك اللي تيخلي العقل يتعرف على النوع ديال الالم وكتعرف اش من الم عندك. غالبا الالم ديال العضلات كيكون من 8 السوايع حتى 12 ساعه من بعد الحصه، ولكن كاين في بعض الحالات اللي كيكون الالم ما تيجيكش حتى كتفوت 48 ساعه، خصوصا في العضله ديال الرجلين. شنو هو السبب اللي تيخلي العضلات يضرونا من مور الحصه؟ السبب الوحيد هو تراكم ديال حمض اللاكتيك في العضله، والالم المتاخر السبب ديالو واحد التلف صغير كيطرا في العضلات. بالنسبه للحركه السلبيه اللي كتكون كتكونترولي فيها الوزن اللي كتخدم به وكتكونترولي الموفمون بواحد الطريقه بطيئه ومتحكم فيها، هي اللي كتسبب صدمات دقيقه في العضله اكثر من الحركه الايجابيه. وهذا واحد السبب اللي غادي يخليك تركز في الحركه السلبيه كيف ما كتركز في الحركه الايجابيه. بالنسبه للحركه السلبيه هي اللي كتكون كترد فيها الثقل. كيختلف الالم الناتج على التمرين على الاصابه، والرياضه كيف ما قلت غادي تخليك تولي تميز بين هاد الجوج، واش عندك الم ديال العضله اولا عندك اصابه. بحال مثلا مورا الحصه ديال الرجلين كتبغي تطلع في الدروج اولا تبغي تجلس كتحس بالم في العضلات ديال الرجلين وكدير الموفمون بواحد الطريقه معنكشه وكتكون كتحرك غير بالدراع. اما الالم الحاد اللي تيكون في جهه وحده هو اللي كيكون اصابه. وبالالم في العضلات بالنسبه لواحد مبتدئ يلاه بادئ في الرياضه تيكون اكثر من الناس اللي كيكونوا متقدمين شويه في الرياضه، ولكن مع الاستمراريه ديالو في الرياضه للمده ديال 2 سيمانات اولا 3 داك الالم تيولي ينقص، ما تيبقاش بحال الالم في الحصه الاولى ولا الحصه الثانيه. وإلا كنتي كتريني ومورا الحصه ما كتحسش بالم في العضله اللي خدمتي، هنايا كتكون وصلتي لمرحله ديال الاستقرار، ما غادي تزيد ما غادي تنقص. وباش تزيد ضروري كتحتاج انك تبدل يا اما في البروغرام يا اما الطريقه ديال التمرين ديالك اولا كتبدل في الترتيب ديال التمارين. المهم كتحاول تبدل في شي حاجه وغادي تولي تحس بالم في العضلات. كاينين 3 ديال الحوايج اللي غادي يخليونا نقللوا من الالم اللي تيجينا من بعد الحصه. الاولى اللي هي تمارين ديال الستريتشين. التمارين ديال الستريتشين ما غادي نقول عليهم حتى حاجه لانني درت فيديو كامل تنشرح فيهم التمارين ديال الستريتشين بالتفاصيل والاهميه ديالهم بالنسبه لواحد تيتريني البادي بيلدينغ اولا كيتريني اي رياضه اخرى. الرابط ديال الفيديو غتلقاه لتحت في الوصف اولا غادي تلقاه هنايا في شي بلاصه. وثاني حاجه كتقلل لنا من الالم ديال العضلات اللي هي تمارين ديال الكارديو. التمرين ديال الكارديو من بعد الحصه ماشي ضروري تكون جلسه كامله مثلا 30 دقيقه حتى 45 دقيقه، تقدر دير غير من 5 دقائق حتى 10 دقائق. وفي الكارديو تحاول تدخل العضله اللي خدمتي في ديك الحصه. بحال مثلا كنتي خدمتي الرجلين تقدر دير بيكالا ولا طابيرولو لمده ديال 5 حتى 10 دقائق. مثلا خدمتي الكتاف تقدر دير جهاز تجديف. كيف ما التمارين ديال الستريتشين كيعاونونا باش نتخلصوا من الفضلات، حتى التمارين ديال الكارديو حتى هما تيعاونونا باش نتخلصوا من الفضلات، وغادي يزيدوا حتى المغذيات يوصلوا للعضله مزيان بسبب الكارديو. والحاجه الثالثه اللي غادي تعاونك باش تنقص الالم اللي تيكون ناتج على التمرين الماساج. داك الشخص اللي كيدير لك ماساج كيستعمل واحد التقنيه اللي كتعاون باش تخلص من الفضلات اللي تيكونوا متراكمين في العضله.
وكيزيد من توصيل الاكسجين في الدم. مورا التقدم ديالك في الرياضه، ملي كدوز واحد المده في الرياضه كيولي داك الالم اللي تيكون ناتج على التمرين تيعجبك وما تيبقاش عندك معاه مشكل بحال فاش كيكون الانسان يلاه بادي. وكاين اللي ما تيترينيش بسبب هذا الالم اللي تيكون ناتج على التمرين حيت ما تيقدرش عليه، ولا تيكون ما مولفش شي حاجه تضرو في الجسم ديالو. والالم اللي تيكون ناتج على التمرين اللي تيكون من قليل حتى المتوسط هو اللي كيحفز لينا العضلات باش يكبروا. اخر حاجه نختموا بها الفيديو ديالنا اللي هي الكارديو صباح بكري. الكارديو غادي يحسن من الاداء ديالك في بعض التمارين، والكارديو الا كنتي كديرو الصباح مور ما تفيق من النعاس قبل ما تاكل اي حاجه المده ديال من 30 دقيقه حتى ل 45 دقيقه غادي تعزز من القدره الهوائيه ديال الجسم ديالك اللي غادي تخلي الجسم ديالك يستافد من الاكسجين بكفاءه عاليه. وبطبيعه الحال غادي تعاون الجسم باش يتخلص من الدهون، لان الا كنتي كدير الكارديو على معده فارغه، الا كنتي كدير الكارديو مباشره ملي كتفيق من النعاس على معده فارغه، السكر تيكون منخفض في الدم، واقرب مصدر ديال الطاقه اللي غادي يبغي يحصل عليه الجسم هو الدهنيات اللي تيكونوا مخزنين او الدهنيات المتراكمه في الجسم ديالنا. لان الدهون المتراكمه في الجسم هي واحد من اقرب المصادر ديال الطاقه اللي تيعتمد عليهم الجسم فاش ما تيكونش عنده مصدر ديال الطاقه من التغذيه. فنتمنى هذا الفيديو يعجبك. ما كرهتش الراي ديالكم على الجليسه امازيغيه تقليديه وهي لها علاقه مع المحتوى ديال الفيديو، ولكن كتبقى واحد الحاجه اللي من الابداع ديال الامازيغ. وجليسه معلم تجليسه بالله.